صباح الخير يا جماعة. النهارده بقى تحدي جديد يا جماعه. مين هيفطر اجمد فطار ب5 جنيه بس؟ فطار. فدلوقتي بقى هننطلق على السوق اللي احنا هنشتري منه الحاجه. بس يا جماعه احنا مش هنجيب زيت وسمنه وتوابل لان الحاجات دي لوحدها هتعدي ال5 جنيه. الحاجات دي موجودة في البيت فاحنا هنستخدمها في يعني البيت. من حقنا ان احنا نستخدم الزيت والسمنه والتوابل ومثلا خل والحاجات دي من البيت. لكن اي حاجه تانية، اي حاجه هتشتريها من ال5 جنيه، لحمه فراخ سمك على حسب انت عايز تطبخ ايه. فيلا بينا يا جماعه عشان نروح نشتري ونشوف مين فينا اللي هيكسب النهارده عشان متحمسه جدا. قبل ما نبدأ وندخل نشتري الحاجات اللي هنفطر بيها هدخل دلوقتي بس محل الهدوم ده اجيب من جوه واحدة زي دي ونخرج على طول. عشان انا مش هتجلط لوحدي يا جماعه. انا جاي اشتكي لكم. بصوا يا جماعه، هو لابس ايه؟ هو لابس الكاب ده خامس واحد اسود. انا لما بحب الحاجه وبعدين يبدا ده يبوظ شويه بقوم جايب واحد جديد زيه. الناس بيفتكروك تلبس نفس الكاب كل فيديو على فكره، ما يعرفوش ان انت عندك 5 كابات. على فكره انا لسه قايل نفس الكلام ده جوه. طيب يا جماعه، انا نزلت وسبت مروان وخلاص وصلت السوق اللي هو اللي بنشتري منه اللحمه الحلال والكلام ده. فهندخل دلوقتي اشوف انا هجيب ايه. انا قررت يا جماعه ان انا هعمل ملوخيه. فاول حاجه هشتريها كيس ملوخيه، مش عارفه بجنيه تقريبا. اهي يا جماعه الملوخيه، بس مش مكتوب عليها سعر، بس اللي جنبها بجنيه و19. ودي هنا، انا مش عارفه هتبقى بكام. طبعا هحتاج راس توم يا جماعه. ايه دي بايظه. واخيرا لقيت راس توم عدله. وعايزه اكل بتنجان يا جماعه. فكر اجيب بتنجانتين على قدي ونعمل بتنجان مخلل. بتنجانتين يبقى نجيب ليمونه واجيب شويه فلفل يا جماعه، حبه فلفل صغيرين عشان ما ندفعش كتير. طماطمايه عشان احطها في البتنجان المخلل. نجيب بصلايه عشان اللحمه. اول حاجه يا جماعه الفلفل ب20 قرش الشويه اللي انا اشتريتهم. اوكي، الاونيون ب16 قرش. البتنجان الاثنين ب93 يا لهوي. الطماطمايه ب78 يا لهوي غاليه قوي. اللايم ب20 قرش والجارليك ب18 قرش. هقول لكم بقى على حاجه على مسار تشتري الحاجه وتيجي بالسلامه ان شاء الله. يعني الاكله اللي انا هعملها النهارده هي اكله ليبيه 100%، وهي المبكبكه او زي ما بيقولوا عليها مبكبكه. انا بعرف اعمل الاكل لكني مش طباخ، مش شيف. برضو حاسه ان انا اتغبيت يا جماعه واتفجعت وجبت ملوخيه وبتنجان وحاجات كتير قوي. تحدي ب5 جنيه اصلا. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا كده يا جماعه صرفت تقريبا 3 جنيه 41. هي ما ادتنيش ريسيت بس فاضل لي اجيب اللحمه والرز. وانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. ادخل اقول للراجل اديني بجنيه لحمه ولا اعمل ايه؟ انا سالت على اللحمه هنا هي ب7 جنيه 99 قرش الكيلو. بس الناحيه التانية لما انا كنت في المحل التاني كان ب6 جنيه 99. فطبعا انا مش هبص على اللحمه الاحلى عشان ده الجزار اصلا اللي احنا بنجيب منه اللحمه. انا مشيت من عنده وهروح اجيب اللحمه الارخص لان انا اصلا هقول له اديني بجنيه ونص لحمه. انا ما اعرفش اصلا ده هيحصل ولا ايه يعني. كان I have only 2 pieces. انا قلت للراجل اديني قطعتين بس يا جماعه. ثانك يو سو ماتش. الراجل اداني لحمه ب95 قرش. انا مش عارفه افتح الكيس الاقيه فاضي ولا ايه، بس هو اداني حته لحمه ب95 قرش. انا مطر عليا. انا كده فاضل لي الرز ماشي. وعايزه اوريكم بس عشان ايه ما بقاش يعني ما حدش يقول ان انا بضحك عليكم. اهو 95 قرش. ايه ده مقلوبه ولا ايه؟ 95 قرش اللحمه. وانا رايحه لمروان دلوقتي بالعربيه. اخيرا ايه المطر اللي مطرت فجاه دي؟ ده مطر وبرق ورعد وحاجات كتير. خلصتي؟ فاضل لي حاجه واحده بس اجيبها من تاسكو. جاي لي كام بكبكه. اول حاجه محتاج اجيب بصله واحده. المفروض بقى ان المبكبكه دي لازم تبقى حراقه، فنشوف بقى ايه شويه فلفل حراق كده هنا. اعتقد ده حراق وده برضه. ناخد لي مثلا ايه 3 4 من دي وناخد كبشه كده من دي. لسه عايزين فلفل عادي كمان. الفلفل ده كده مثلا كده. دلوقتي باقي حاجتين بس، المكرونه واللحمه. المكرونه سهله، اللحمه بقى هي اللي امرها صعب لان مش معقول اخش اقول للراجل انا عايز حته لحمه او حتتين. فربنا يستر اشوف هيقول لي ايه. ايوه هي دي بالظبط. جنيه و19. جنيه و19 كتير. احنا عايزين نوفر. مش واحده ثانيه. في واحده ب 99 بنس. Can I just get 3 cubes, small cubes? Yes please. That's more than enough. Thank you. يعني بالظبط تمت العمليه بنجاح. وانا كان فاضل لي حاجه واحده بس، ان انا اجيب طماطم. هروح اشوفها بقى في محل من المحلات الكبيره تكون ارخص. انا جيت. احنا دخلنا السوبر ماركت عشان انا ناقص لي رز وانت ناقص لك ايه؟ ناقص لي صلصه. بس انا باقي لي تقريبا 40 قرش. انا باقي لي حاجه و30 قرش يعني. فربنا يستر يا رب الاقي كيس رز يا جماعه ب 40 قرش يا رب. وصلنا عند الصلصه. انا فاضل لي كام 30 بنس؟ 37 بنس. 37 بنس. ودلوقتي بص دي كام بقى؟ 32. هو بصراحه دي اللي انا كنت ناوي ان انا اجيبها بس دي اللي احنا بنجيبها فمش مهم. هو اي صلصه وخلاص. بص بقى ده
45 قرش اللي احنا بنجيبه على طول. اوكي. اه. انا صرفت لحد دلوقتي 4 جنيه 43 بالظبط، و45 يبقى كده كام؟ يعني هيكفي مش لازم احسب دلوقتي، هنحسب بعدين لما نقعد. يلا هات كيس الرز. اوه هات كيس الرز. هدفع لنفسي. نشوف الرز بكام لان السعر ما كانش مكتوب هناك. اهو 45 زي ما انا قلت لك. اقفل بقى عشان اخد الموبايل ده ادفع بيه. المطره شدت، احنا خلاص كده مش فاضل لنا حاجه صح؟ خلاص كده على البيت بقى عشان نلحق لان فاضل ساعتين على الفطار يا جماعه، فنلقاكم في البيت. لسه واصلين البيت دلوقتي حالا يا جماعه، وانا اللي هبدا. انا قلت لهم ان انا هعمل مبكبكه. بكبكه او مبكبكه زي ما بيقولوها في ليبيا. اول حاجه هبدا اقطع البصله. بكبكه مره واحده. نبدا نقطع البصله كده مكعبات صغيره. تعرف تقطعها مكعبات؟ ده سؤال تساليه. بعدين بعد ما قطعنا البصل ننزله كده في الطاسه دي. مش عارفه ليه انا متشوقه لاكلتك اكتر من اكلتي. هتدوقيها بس انها مش تاكلي منها معلش. ايه ده وانا اللي كنت هاكلك معايا؟ ده انا حتى جايبه لحمه كتير جدا هوريها لك دلوقتي، كنت ناويه اكلك معايا مش انت جايبه هاكلك. كمان لحمه؟ انت بتقلديني. انا داخله اشتري قبليك اصلا. زيت من البيت. مش هنا امال فين؟ يا جماعه، مروان ما بيحفظش الاماكن خالص. حط شويه زيت نحمر فيهم البصل كده. انا جوعت. دي كلمتي. انا متفائل. طبعا انا سايبه الملوخيه بتاعتي بتفك هنا يا جماعه. مفيش نار ليه؟ ما هي دي لحمتك؟ مالكيش دعوه. ما شاء الله مالكيش كل ده دعوة لحمه. بالله. نجري ونص. انا عايزه اقول لك بقى حاجه، انا هصدمك بحجم اللحمه بتاعتي. ايه ده؟ عايزه اقول لك انت جايبه لحمه ايه ب 20 قرش؟ انا جبت لحمه ب 95 قرش. دي عملتيها ازاي دي؟ ده انا الراجل كان بيبص لي باستغراب وانا بقول له عايز مكعبين لحمه. حلو رضا. والله حلو. والله رضا، اقطعها على 2 واعمل شوربه اللي انا عايزاها بس. هو ازاي انت حته اللحمه بتاعتك تقريبا قد نفس كميه اللحمه دي، مع ان دي بتاعتك ب 95 قرش؟ اكبر شويه. بص بقى، انت كيلو اللحمه عندك ب 10 جنيه 9 جنيه 99، فانا كيلو اللحمه عندي ب 6 جنيه 99. دلوقتي خلاص البصله ايه احمرت اهي. نحط بقى اللحمه. دلوقتي بقى نبدا نقطع الفلفل الحراق. يا رب يكون حراق بس خلينا ندوق كده. لا تدوق ايه؟ انت صايم تدوق ايه؟ ملكوش مطبخ يا رجاله في رمضان. دلوقتي بقى ايه ننزل عليها الفلفل اللي قطعناه. عشان ابقى صريح معاكم انا قللت شويه فلفل حراق لان كده كان هيبقى كتير قوي وانا هتعذب. الله، الموضوع بدا ياخد شكل ايه احترافي شويه. دلوقتي بقى نحط الصلصه. ايوه بقى يا شيف مروان. ملح وفلفل. نحط بقى ميه عشان اللحمه تستوي كويس. وبعدين هتسيب اللحمه قد ايه بقى؟ هي قطع صغيره فممكن تستوي بسرعه معانا. فدلوقتي هنسيب المبكبكه وندخل على الملوخيه بتاعتي. جيب انا بقى حاجتي. انا بقى هسرع لان مفيش وقت. طبعا من الاستثناءات ان احنا ناخد سمنه من البيت، فانا جبت السمنه. بعد كده هحط معلقه سمنه كده، هي دي اللي انا هشوح فيها اللحمه. يلا بينا. طب يعني خدت الزيت سيبهولي بره. لا انا بحب ارجع الحاجه مكانها. نساعد بعضينا. بعدين هنزل باللحمه. شويه حبهان. حط ورقه لورا كده. اول مره اعمل لحمه قليله كده. ايوه. شويه دبس رمان. بعد ما اتشوحت هنزل عليها بقى بميه كده عشان انا عايزه شويه شوربه للملوخيه. بعدين اسيبها تستوي بقى. مش عايز تاكل ملوخيه؟ يعني اكيد هاكل ملوخيه يعني. والله انا اكيد هاكل مبكبكه. اكيد يعني هدوقك منها. وانا كمان ادوقك منها. التوم ده بقى انا هعمل بيه حاجتين، اولا الملوخيه، ثانيا البتنجان المخلل. نفرم بقى التوم كده. الساعه بقت 6:30 دلوقتي خلاص. الفطار عندنا 8 الا. يعني انا كده ما عملتش غير المبكبكه بس. انا قايله بتنجان من بدري، انت لسه واخد بالك؟ لسه واخد بالي دلوقتي. فطار اصيل. يا خوفي. بس معلش انا برضو المبكبكه هي عباره عن مكرونه وخضار ولحمه، كله في حاجه واحده يعني. عموما الناس هتحكم في الاخر مين فينا عمل فطار احلى كده. لا انا خلاص توترت. بالله تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ خلطه البتنجان بقى. بس ثانيه واحده، هو ده الفلفل بتاعي؟ لا انت جايبه فلفل؟ ايوه جايبه فلفل. انا قلت فيه غش. انا جايبه ب 20 قرش فلفل بحالهم. حط عليهم بقى شويه ثوم وعصره ليمون. ده عشقي الصراحه في الخلطه دي انت فعلا بتعمليها حلوه جدا، يعني انا بموت فيها منك. شويه خل، شويه ملح، اهم حاجه الكمون. دخلت في زوري. حراق ها. مع حته طماطم كده يا سلام. دي بقت احلى خلطه بتنجان ممكن تاكلها في حياتك. الله
هي شكلها فعلا مغري جدا. ها وصلتي لايه؟ نعمل بقى الرز خلاص عشان مفيش وقت. نحط المكرونه، نغطي بقى لحد ما تستوي. خلاص قربت اخلص اهو. شكله حلو جدا. تبقى خد خلطه مني، مش هقول لك لا. ده اكيد لازم هاخد مش منها. هتاخد بتنجان. لا هاخد بتنجانه. انت بتهزري؟ انا جعانه قوي. خلاص الاذان قرب يأذن اهو. بص بقى يا سيدي، حط شويه كزبره ناشفه هنا كده، شويه توم كده، وهاخد بقى شويه شوربه من اللحمه دي. بعدين حط واحده ماجي. الله 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 على الريحه، الله. ننزل عليها بمعلقه كزبره بقى. انا اول مره يا جماعه بوقف مع سهر وهي بتعمل ملوخيه كده، فاول مره اشم ريحه التقليه وهي لسه بتتعمل كده. أيوة. قريب. جاهز؟ جاهز. هي اهو دي الشقه. شئت اصلا. ايوه بقى سهر. خلاص يا جماعه بصوا، المغرب أذن من دقيقتين. هي بس صلصتها نشفت شويه عشان استنيناها لغايه الفطار ما اه يا جماعه بصوا طلعت تكفي 5 اشخاص، وكده انا فطاري جاهز. ايوه. سهر تيجي تغرف بقى، انت هتعملي اشكال بقى. ده شغل بقى ايه فاخر ده. الله. ده دلع ده. ها انزل بقى بالملوخيه كده هنا، ودي كده الملوخيه، وناخد بقى اللحمه اتسخطت. اتسخطت قوي. راح تجيبي لي 90 قرش لحمه. الله. كل ده يلا بقى عشان خاطر الاذان اذن وانا جعانه. وانا دي بس. وبكده يا جماعه ده فطاري وده فطار مروان، والحكم ليكم. بعد كل ده بقى انا صرفت المبلغ ده وانا صرفت المبلغ ده. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لاخر الفيديو. فلو عجبكم الفيديو قولوا لنا نعمل لكم جزء تاني منه، بس فطار وسحور ب5 جنيه. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ولو اول مره تشوفونا اعملوا سبسكرايب. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.